اسمه مايكروسوفت تو دو، ممكن تستخدمه علشان تكتب التو دوز بتاعتك او المهام بتاعتك اصلا تحت بعضها وترتبها كاولويه، وايه اللي ممكن استخدمه النهارده. وكمان في حاجات جامده جدا زي ان انا اعمل تذكير لنفسي او فافوريت او ليست معينه، فانا ممكن اعمل لسته للبيت، لسته للشغل، لسته مش عارف ايه. طبعا البرنامج موجود على الموبايل، موجود على الكمبيوتر. لما بدخل الشغل ببدا ان انا ادخل مود الشغل. ادخل مود الشغل ازاي؟ بان انا شفت التاسكات كلها، هعمل كذا دلوقتي واعمل كذا بعد كده واعمل كذا بعد كده. الخطوه دي لوحدها كافيه ان هي تشتال 90% من المشتتات اللي بتحصل لك وبتحسسك بعدم الانجازيه وبتحسسك بالضغط، لان الضغط في الشغل ما بيحصلش غير من النقطه دي، احساسك بعدم الانجازيه ان النهارده عدى وبكره عدى وانا لسه كل التاسكات زي ما هي، ما خلصتش حاجه لان انا اصلا مش فاكر التاسكات ايه بسبب ان هي مش مترتبه ولا عارف اخلص ايه بالظبط الاول ولا ايه بعدين. فونس ان التاسكايه دي هي اهم حاجه، ما بقومش من على الكمبيوتر او ما بقومش من الشغل غير لما اخلص النقطه دي. خلصت خلاص تمام. في نصيحه تانية كمان برضو ولكن دي ممكن تكون بالنسبه لبعض الناس يعني يقول لك لا ايه ده يا عم، ده مش حلو او كده، بس انا جربتها وكانت قويه جدا جدا في موضوع التركيز. انك تركز 25 دقيقه فولي تمام، وبعد كده يعني تحاول ترفع عن نفسك 5 دقائق. ترفع عن نفسك 5 دقائق دي مش تروح تفتح حاجه تانية غير الشغل، لا، كل الفكره انه تاخد نفس، تهدى، تهدي عقلك، الحاجات دي كلها. ف 25 دقيقه شغل، 5 دقائق راحه، 25 دقيقه شغل، 5 دقائق راحه. لو عملت كده هتدرب عقلك يدخل في حاله الفوكس مود. وانس ان انت دخلت ال 25 دقيقه هتبقى مركز جدا ومفيش اي مشتتات.